اهلا بيكم معانا وفيديو جديد وملخص جديد بملخصات سمر وعبد قادر. بنكمل معاكم الجزء الثاني من المسلسل اللي نزل من شويه ومحدش اتفرج عليه. حرام عليكم اتفرجوا على الحلقه الاولى عشان تفهموا الحلقه الثانيه ايه اللي بيحصل فيها. وسيو بتتوتر اول لما بتشوف بونج لانه كان هيموت قبل كده بسببها، بس جون بيشجعها تتكلم مع بونج وتحكي له كل حاجه حصلت معاها لانها ما ينفعش تفضل مستخبيه كده على طول. بس بونج بيجيله استدعاء من الملك جو فبيضطر يمشي وبيطلب من سيو يقابله في يوم تاني. ولما بيوصل بونج على القصر بيتفاجئ برجوع شوي وبيفرح جدا، بس جو بيحطه في موقف صعب وبيطلب منه يدور له على سيو ويجيبها القصر وبيقول له ان ده الحل الوحيد عشان يتعالج وينقذ حياته بقى وكمان يرجع يسيطر على الحكم من تاني. فبيروح بعدها بونج لتشوي وتشوي بيسأله لو كان لسه عنده مشاعر تجاه سيو، فبيأكد له بونج انه لسه بيحبها وهيساعدها تعمل اي حاجة هي عايزاها. وهنا بيفتكر تشوي جزء مهم لكسر اللعنة كان اخده من الكتاب عشان محدش يوصل له، وبنكتشف انه اخر شمعة محتاجة سيو عشان تكسر اللعنة مش هتنور غير لما يضحي شخص بيحب سيو حب حقيقي بنفسه عشانها. فتشوي بيقرر يختبر حب بونج لسيو عشان يشوف لو هو الشخص المناسب لكسر اللعنة ولا لأ. وكمان بيقدر يفهم خطة هونج وبيعرف ان هونج مش ناوية تعالج الملك ولا حاجة، ولكن هي هتضحي بيه وهتخلي روح سون تاخد جسمه عشان سون يبقى الملك وتقدر تتحكم في المملكة كلها، وكمان عشان تستغله وتقتل سيو. فبيروح تشوي وبيحذر شيم وبيقول لها انه لو هونج عملت ده هتخلي سون يقتل سيو لانه الوحيد حاليا اللي يقدر يموتها، ولو سيو ماتت في اللعنة مش هتختفي ولكن هتصيبهم كلهم. وبعدها تشوي بيقابل جوانج وبيطلب منه يبعد جون عن سيو لما تروح تقابل بونج من تاني عشان اللعنة تظهر عليها ويشوف لو بونج هيفضل مع سيو ومش هيخاف منها ولا لا. ولما جوانج بينفذ خطته بونج بيفشل في الاختبار وبيخاف اول لما بيشوف شكل سيو بعد ما اللعنة ظهرت عليها وبيهرب من كتر الخوف. وساعتها هونج استغلت انه سيو من غير حماية وخلت المقنع يخطف سيو عشان تقابلها، وبنكتشف ساعتها ان المقنع هي نفسها سول مساعدة بونج وانها جاسوسة لصالح هونج وكان كل هدفها تقدر تعرف مكان سيو. وهونج بعد ما بتخطف سيو بتبقى عايزة تنفذ خطتها وتنقل روح سون لجسم الملك عشان سون يقتل سيو، بس جون وبونج بينقذوا سيو على اخر لحظة وخطة هونج بتفشل. وجون بيرجع سيو على المعبد وتاني يوم بتزور الملكة شيم سيو عشان تعرفها بنفسها وبحقيقة اللي عملته زمان وبتطلب منها تسامحها وتكسر اللعنة عشان تنقذ نفسها هي واخوها سون. بس سيو مش بتقدر تسامحها وبتفضل معتبر عيلتها هم تشوي وبونج بس، وبتبقى عايزة تكسر اللعنة عشان تحميهم. بس هونج بترجع تعرف مكانها عشان طريق سول وبتروح لها للمعبد وبتطعن جون قدامها بخنجرها، فبترجع اللعنة تنشط على سيو وسيو بتستخدم سحرها وبتخنق بيه هونج. بس جوانج بيحذر سيو انها لو قتلت هونج كل الشموع اللي ولعتها هتطفي، فبيضطر سيو تسيب هونج وبتهرب مع جوانج ومعاهم جون. وجون بيفقد القدرات اللي اداها له الحجر بسبب اللي عملته هونج واللعنه بتتنقل ليه، فبيبقوا مضطرين يدوروا له على تعويذه حمايه تانية عشان سيو ما تتاثرش باللعنه. فبونج بيروح لهونج وبيهددها انه هيقتلها لو ما قالتلوش على طريقه يخلص بيها سيو من اللعنه لان كل ده بيحصل بسببها. بس هونج بتفاجئ ان المذنب الحقيقي ورا كل ده هو تشوي، لان تشوي هو اللي علمها السحر بنفسه زمان. وبنعرف انه هونج لما كانت صغيره كانت بتخدم في القصر واجبروها انها تكون مع الملك عشان تخلف وريث للحكم، بس ما قدرتش تعمل ده فعذبوها كتير جدا واضطرت تلجأ لتشوي عشان يساعدها ويحميها. فتشوي بدأ يعلمها السحر عشان تحمي نفسها وكان هدفه انها تستخدم السحر في الخير وبس. بس هونج كانت عايزه تنتقم بسبب العذاب اللي شافته واستخدمت السحر عشان تخدم هدفها. وبعد ما بونج بيعرف قصتها بيروح لتشوي وبيلومه لانه ما وقفش هونج بعد ما سات استخدام السحر وبسببه سيو اتصابت باللعنه، فبيعتذر له تشوي وبيقول له انه كان عنده امل يرجع هونج للطريق الصح. فبونج بياخد عهد على نفسه انه يعمل اي حاجه عشان ينقذ سيو وبيروح يقابل الملك جو وبيرفض طلبه بتسليم سيو، فجو بيتعصب منه وبيعزله من منصبه كرئيس الحراس بقى. وتشوي بعدها بيلاقي تعويذه جديده عشان يقدر يحمي سيو من اللعنه وبيقرر يختبر حب جون لسيو وبيعرض عليه ياخد جرعه النسيان عشان ينسى حبه لسيو وبكده يخلص من تاثير اللعنه بقى. بس جون بيرفض وبيقول له انه هيفضل مع سيو للنهايه. فبكده تشوي بيتاكد ان جون هو الشخص المناسب عشان ينور اخر شمعه محتاجينها لكسر اللعنه. وبعدها بيروح لسيو عشان يعملوا سوا التعويذه اللي هتحميها من اللعنه، وسيو ساعتها بتعرفه انها مش هتستنى هونج تلاقيها وانها هترجع للقصر بنفسها بمساعده الملكه شيم. وبتكون سيو اتفقت مع شيم عشان تاخد روح اخوها سون اللي محتفظه بيها هونج ويعملوا لها طقوس وداع كده عشان روحه تروح ترحل للابد وهونج ما تقدرش تستخدم سون عشان تقتلها، وبكده كل خطط هونج تبوظ.
فسيو بترجع للقصر وبتقدمها شيم قدام وزراء ومستشارين الملك على انها الاميره سيو بنتها، وبكده بتفرض وجودها في القصر على جو. وكمان سيو بمساعده جون بتقدر تنفذ خطتها وبتحرر روح اخوها من هونج. فهونج بترجع تستخدم سحر اقوى عشان تاثر على تشوي وتخليه يقتل سيو بنفسه لانه حلها الوحيد. بس تشوي بيقاوم بكل قوته تاثير سحرها عشان ما يأذيش سيو، وبيطلب من جوانج يقتله لو في مره ما قدرش يسيطر على سحر هونج وحاول يقتل سيو. وكمان بيعرفوا انه جون هو الوحيد اللي يقدر ينور اخر شمعه، وبيحذروا من انه هونج تعرف ده لان ساعتها حياه جون هتبقى في خطر. وفي نفس الوقت ده هونج بتكون اتفقت مع جو عشان يخلصوا من شيم بعد اللي عملته مع سيو. بس بتكون خطه هونج الاساسيه هي انها تخلص من سيو، فبتلعن شيم بتعويذه قويه جدا وبتقول لسيو انه الحل الوحيد عشان تنقذ شيم هي انها تقتل جو لانها خلته المصدر اللي بيقوي التعويذه من الاخر. وساعتها سيو بتضطر تطعن جو وشيم فعلا بتخلص من لعنه هونج. بس حراس القصر بيقبضوا على سيو، وساعتها هونج بتبقى عايزه تستخدم تشوي عشان يحرق سيو بالنار، بس بتتفاجئ انه تشوي خسر قوه. فبتفهم انه تشوي نقل قوته لبونج عشان يبوظ خطتها. فهونج بتبدا تلعب في دماغ بونج وبتوهمه انه سيو حاولت تقتل الملك بسبب اللعنه بتاعتها، وبتفهمه ان الحل الوحيد عشان تتكسر اللعنه وسيو ترجع بنت عاديه تاني هي انها تتقتل، وساعتها هتخلص من اللعنه وترجع لطبيعتها تاني. وكمان بتطلب منه يسال تشوي بنفسه لو مش مصدق كلامها، بس هي طبعا بتكون قدرت المره دي تسيطر على تشوي بسحرها، فبتخلي تشوي يقول لبونج نفس الكلام اللي قالته وبونج بيصدق على طول. وجون في الوقت ده بيكون بيحاول يقنع الملك انه هونج هي السبب ورا مرضه وسيو ملهاش اي ذنب، وبيطلب منه يديله فرصه يثبت له فيها انه مش مريض ولكن سحر هونج هو سبب تعبه. وكمان بيطلب منه يحبس هونج لمدة يوم عشان ما تستخدمش سحرها وتبوظ خطتهم. فجو بيديله مهلة يوم واحد بس عشان يثبت كلامه ده. وجون وجوانج بيبدأوا يدوروا في كتب السحر على علاج لجو عشان يخلصوه من سحر هونج، لحد لما بيوصلوا لطريقة ولما بيجربوها على جو الطريقة بتنجح وجو بيتحسن وبيصدق ان هونج هي سبب كل المصايب، فبيؤمر بحبسها وبيخرج سيو من السجن. وكمان جون بيكون اكتشف ان سول هي المقنع فبيقدمها للملك وبتتحبس هي وهونج، بس ساعتها تشوي بيختفي. فجوانج بيضطر يصارح سيو انه تشوي بقى تحت تأثير هونج واي حاجة هتحصل لهونج من الاخر هتحصل له. فسيو بتزعل جدا لانه مفيش طريقة ممكن تنقذه بيها خلاص. وفي نفس الوقت ده بونج بيحرر سول وهونج من السجن وبيسمع كلام هونج وبيخطف سيو وبيحطها جوه اوضه مقفوله وبيستخدم القوه اللي اتنقلت له عشان يولع النار اللي هتقتل سيو. وهونج بتكون واقفة مبسوطة وهي شايفة النار بدأت تغطي المكان اللي فيه سيو، بس لما بتقرب من المكان بتلاقي النار بتأثر فيها هي، فبتفتح باب الأوضة وبتتصدم لما بتلاقيها فاضية. فبتسأل بونج لو كان فعلا خطف سيو، فبونج بيأكد لها انه خطفها بس مش فاهم هو كمان ازاي سيو اختفت يعني. ولكن الحقيقة هو انه بونج كان اذكى من هونج وما صدقش ولا كلمة قالت له عليها، وكان كل ده بيمثل عليها مش اكتر عشان تصدق انها قدرت تخدعه وتخليه في صفها. وكمان بعت رسالة لجون عشان ياخد سيو من المكان اللي سابها فيه. وهونج بتتعصب جدا لما خطتها بترجع تبوظ، فبتقرر تستخدم تشوي مرة تانية وتخليه يكسر تعويذة حماية سيو من اللعنة عشان تبعد جون وبونج عنها. بس جون وبونج وجوانج بينقذوا سيو قبل ما تشوي يكسر اللعنة، وكمان بيأيدوه عشان ما يأذيش حد فيهم، وبيحاولوا يتكلموا مع تشوي عشان يرجعوه لطبيعته بس مش بيقدروا، وبيبقوا محتاجين يخلصوا من تأثير سحر هونج عليه. فبونج بيقرر يروح لها بنفسه بما انها فاكره انه في صفها دلوقتي، وبيستخدم قوته عشان يحرق ايديها بالنار. فهونج بتطعنه بخنجرها عشان تحمي نفسها، بس ساعتها تشوي بيكون خلص من تأثير سحرها لثواني، وبيقول لجون وسيو انه مصدر قوة وسحر هونج هو خنجر السحر الاسود بتاعها واللي طعنت بيه جون قبل كده وخلته يفقد قدرته على حماية سيو. وكمان بيعرفهم انه لازم بعد ما ياخدوا الخنجر يحرقوه. وتشوي بيحذر جون من تأثير السحر على الشخص اللي بياخد الخنجر لانه لو كان ضعيف فالسحر هيتحكم فيه. وونج بتكون استغلت وجود بونج عندها وبتبعت رسالة لسيو عشان تهددها بحياة بونج لو ما قابلتهاش في الميعاد اللي هتقول لها عليه في الغابة. فسيو بتتفق مع جون انها هتروح بنفسها لهونج عشان يقدر هو يستغل الوقت ده ويدخل لمكان هونج وياخد خنجرها ويبداوا ينفذوا خطتهم. بس جون لما بيمسك الخنجر بيبدأ السحر يأثر عليه، وهونج لما بتلاقي جون مش موجود مع سيو بتفهم خطتهم فبترجع لمكانها. ولما بتشوف الخنجر في ايد جون بتضحك على غبائه لانه سمح بنفسه ان السحر يسيطر عليه، بس جون بيفاجئها انه كان اقوى من السحر وما تأثرش بيه، وبيحرق هو وبونج الخنجر فبتضعف هونج وبتقبض عليها والملك بيحكم عليها بالإعدام.
بس للأسف حتى هونج وهي بتموت بتعمل لنا مشاكل أكبر، لأنها ما ينفعش تموت قبل ما سيو تولع كل الشموع وتكسر اللعنة، لأن وقتها اللعنة المفروض إنها هتترد لهونج لأنه هي اللي عملتها، فلازم هونج تموت بعد ما اللعنة تتنقل لها من سيو، ما ينفعش تموت قبل كده. فجون بيروح للملك وبيطلب منه يأجل إعدام هونج بعد ما بيفهموا الأسباب، فالملك بيوافق، وبكده بيكون كل اللي فاضل قدامهم هو إنهم يولعوا الشموع الباقية عشان يخلصوا من كل اللي هم فيه بقى، وإحنا كمان معاهم. فسيو وجون بيبدأوا يدوروا على ناس عندهم أمنيات عشان يساعدوهم ويلحقوا يولعوا باقي الشموع قبل ما النجم يختفي، لأن مبقاش فاضل على اختفائه غير أيام قليلة بس برغم إن هونج في السجن مش بيقدروا يخلصوا من شرها، والجيش بتاعها بينشر إشاعات في المدينة كلها إنه سيو ساحرة وسحرها هو سبب الوباء المنتشر في المدينة واللي بيعاني منه الناس كلها. فالناس بدأت تتضايق من العيلة الملكية لأنهم بيموتوا بسببهم، فشين بتقرر تنظم صلاة عشان يدعوا فيها إنهم يخلصوا من الوباء وسيو تحضرها عشان تنفي الإشاعات اللي طالعة عنها. بس للأسف الفكرة بتتقلب ضدهم، لأن هونج بتفضل قادرة تتحكم في تشوي حتى بعد ما خسرت سحرها وخلته يروح لمكان الصلاة مع جيشها عشان يحاصروا المكان، وتشوي بيؤمر إنهم يقتلوا جون. فسيو بتضطر تستخدم سحرها عشان تحميه، وساعتها بتثبت قدام الكل انها ساحره ولا مش ساحره، والناس بتصدق الاشاعات وبيبقوا عايزين يقتلوها، فجون بيهربها بسرعه وبترجع المعبد. بس الناس بتصر انه الملك يسلمهم سيو بنفسه، فجو بيحتار لانه مش عايز يخسر ولاء الناس ليه، بس في النهايه بيقرر يضحي بسيو عشان ما يخسرش حكم، خصوصا كمان ان مراته بقت حامل وقريب هيبقى عنده وريث الحكم. فبيروح يحرر هونج من السجن وبيطلب منها تدور على سيو تقتلها، وطبعا هونج بتوافق وبتقوله انها هتسلمه سيو، وساعتها لازم بونج هو اللي يقتلها بنفسه. فجو بيتكلم مع بونج وبيهدده انه لو ما قتلش سيو هيقتله بنفسه، وهونج بتبدا تدور على سيو، لكن جون بيكون خرجها من المعبد عشان يهربوا سوا. فبتفضل هونج تدور عليهم مع جيشها لحد لما بتلاقيهم في الغابة، وواحد من جيشها بيضرب جون بسيفه وبيرميه في المية، بس بونج بيوصل لمكان سيو بمساعدة سول وبينقذه سيو بعد ما سول بتتأكد انها مش فارقة مع هونج، وسيو بتبقى عايزة ترجع عشان تطمن على جون، بس بونج بيطلب منها تفضل مستخبية لان كل الناس بتدور عليها، وبيوعدها انه هيرجع بنفسه ويدور على جون. لكن سيو بتحلم بجون، والحلم بيخليها تفتكر انه جون خلاص مات، فبتنهار سيو وبتتعصب جدا، فبترجع القصر عشان تقتل جو وهونج لانهم السبب في اللي حصل لجون من الاخر. بس بونج بيكون انقذ جون، وجون بيروح للقصر بسرعه عشان يلحق سيو قبل ما تتورط في قتل الملك، وبيوصل في الوقت المناسب وبيوقف سيو. بس ساعتها الملك بيأمر انهم يحبسوا سيو وكمان ينفذوا فيها حكم الاعدام، فبيحاول جون يترجاه يسامحها ويفرج عنها، وبيقول له انها ما كانتش في وعيها لانها افتكرته مات، بس جو مش بيوافق وبيحبس جون هو كمان، وهونج بمساعدة جون بتحبس بونج هو كمان عشان يستخدموه في قتل سيو، وساعتها سول بتحاول تحرره بس هونج بتكشفها وبتقتلها قدام بونج، فبونج بيزعل عليها جدا. وفي نفس الوقت ده بيكون تشوي طعن جوانج بسيفه عشان ياخد منه اخر صفحات كتاب التعويذه ويسلمها لهونج، وبكده يبقى هونج خلصت من الثلاثه الوحيدين اللي ممكن يساعدوا سيو. وعلى طول بيجي اليوم اللي هنفذوا فيه حكم الاعدام عليها، فبيربطوا سيو في عمود وبيخرجوا بره القصر عشان بونج يستخدم قوته ويولع فيها قدام كل الناس. وبونج بتبدا تجيله هلاوس بتخليه فعلا يولع نار في مكان سيو، بس فجاه بيبدا الجو يتغير وبيوصل خبر لجو ان مراته الملكه بارك تعبانه جدا، فبيفتكر جو كلام شيم لما حذرته قبل كده ان هونج عايزه تقتل سيو عشان اللعنه تفضل تتنقل لكل اجيال العيله الملكيه، وساعتها جو بيفهم انه لو قتل سيو حياه طفله هتبقى في خطر، فبيقرر يفرج عن جون عشان يساعد سيو. وجون بيروح وبيهاجم الحراس وبيفك سيو عشان يهربوا، وبيكون بونج اتخلص من تاثير الهلاوس وبيساعدهم يهربوا، وبيرجعوا بعدها للمعبد وبيعرفوا من جوانج انه تشوي اصابه عشان ياخد اخر صفحات من كتاب اللعنات، بس مش بيعرفوا السبب. وجون وسيو بيرجعوا يركزوا على الشموع عشان يلحقوا يولعوا العدد الباقي قبل ما الوقت يفوت، وجون بيحاول يعرف ايه اللي كان مكتوب في الصفحه الاخيره من الكتاب لحد ما تشوي بيروح له بنفسه وبيعرفه انه لازم يضحي بحياته عشان سيو تعيش واللعنه تتكسر. فجون بيخلي الموضوع عن سيو وبيساعدها انها تولع باقي الشموع بعد ما بينجحوا يحققوا اماني عدد كبير من الاشخاص لحد لما بيجي الدور على اخر شمعه، وجون ساعتها بيطمن سيو انه لقى شخص هيساعدهم يولعوا الشمعه الاخيره، بس الاول بيطلب منها يقضوا شويه وقت لوحدهم ينبسطوا فيه شوية سوا عشان تكون آخر ذكرياتهم مع بعض ذكريات سعيدة. وفي نفس الوقت ده بيظهر شخص غريب ليه جوانج وبيلاقيه زعلان لأن جون هيضحي بنفسه وهيموت، فبيديله دواء هيخلي جون يموت من غير ألم. وونج بيكون عندها أمل أخير بأنها تمنع سيو من كسر اللعنة بأنها تعرفها إن جون هيموت بسببها عشان ده يحصل، وسيو لما بتعرف فبتروح لجون وبتطلب منه يمشي ويسيبها لأنها مش هتقدر تستحمله ضحي عشانها أو تعيش من غيره، بس جون بيرفض، وساعتها سيو بتطلب من جون إنهم يتجوزوا
وجوانج بيشهد على مراسم جوازهم، وبيتمشوا سوا للمرة الأخيرة في الغابة لأنه خلاص النجم بيكون قرب يختفي. فجون بيودع سيو بيشرب الدواء اللي كان مع جوانج، والشمعة الأخيرة بتنور فعلا. فاللعنة بتتنقل لهونج، وبونج بيولع النار اللي هيرموها فيها، وتشوي بيشيل هونج بنفسه لمكان النار وبيرمي نفسه معاها لأنه كان السبب في كل اللي وصلت له. بس المفاجأة إن جون بيصحى لأنه سيو بتكون بدلت الدواء اللي أخده بحاجة تانية وشربت هي الدواء اللي كان معاه، وبكده سيو ضحت بنفسها عشان تنقذ جون وكل اللي بتحبهم، ونجحت إنها تكسر اللعنة في نفس الوقت. وبتعدي فترة كبيرة وبيكون جون قرر فيها إنه يبقى طبيب ملكي، وبيدخل الاختبارات اللي بتأهله إنه يبقى طبيب ملكي، وبينجح فيها وبيكون هدفه إنه يألف كتاب طبي يساعد بيه الناس. وكمان بونج بيكون قرر يبعد عن القصر ويلف المملكة كلها عشان يساعد أي حد ممكن يكون محتاج لمساعدته. وجون مش بيقدر ينسى سيو، وعلى طول بيروح لمكان المعبد ويفتكرها لحد لما بتعدي 40 سنة وجون بيكبر في السن وبيبقى معلم كبير وخلص تأليف الكتاب بتاعه زي ما كان بيحلم. ولما بيجي ميعاد لحظته الأخيرة في الحياة بيرجع شاب من تاني وبيلاقي المكان من حواليه اتملى بالشموع وسيو واقفة مستنياه. وبكده نكون وصلنا لنهاية مسلسلنا النهاردة والجزء التاني طبعا منه. لو لسه مشترك معانا يا ريت تشترك تاني. لو انت موجود معانا من الابطال اللي لحد اخر الفيديو اعمل لنا لايك، اعمل لنا كومنت، اعمل لنا شير، وما تنساش دعمنا بكل الطرق الممكنة. واستنونا في فيديوهات تانية كتير من ملخصات سمر وعبد قادر. سلام.